اللون ده مش صدفة ولا الطراوة دي جت بالساهل. انا جبت لكم سر الفراخ المحشية اللي تخلي الكل يسقفلك. تابعيني دقيقة بدقيقة وتعمليها احسن من المحلات، والكل هيشكرك عليها ومش هيتخيلوا ان انت عاملاها بالسهولة دي. انا جبت الحلة بتاعتي، حطيت فيها شوية زيت وحطيت فيها بصلاية ادبلها، وفي الوقت ده كنت بقطع الكبد والقوانص بتاعتي. قطعتها قطع صغيرة وجبت القوانص حطيتها على البصلة لما دبلت وقلبتهم سوا يا دوبك تقلبتين كده، خدوا من ريحة بعض. وحطيت الكبدة اللي انا مقطعها، وطبعا غاسلة الفراخ بتاعتي كويس قوي بالخل والليمون. ولو الفراخ بتاعتك غسلتيها بخل وليمون ولقيتي فيها اي زفارة، يبقى لازم تغيري المحل اللي انت بتجيبي منه ده فورا. وبصي يا ستي، اديتهم تقليبه مع بعض بشويه فلفل اسمر، وبعدين حطيت عليهم الرز. دول كوبايتين رز انا كنت نقعاهم لمده نص ساعه، واديتهم تقليبه كلهم مع بعض كده عشان الرز يتشمع من الخلطه بتاعه الكبد والقوانص. وكنت مجهزه ميه في الكاتل بتاعي، حطيتها وحطيت الملح وسويته زي اي رز عادي. مجرد ما غلي هديته النار وسبته يستوي، بس طبعا مش بكتر الميه علشان خاطر ما يعجنش معايا. جبت الفراخ بتاعتي، خليت جناحها وراها زي ما انت شايفه، والفراخ ما شاء الله زي الفل. جبت بقى بصلايه كبيره او بصلتين، وحطيت عليهم ملح وفلفل وبهارات كاري وشويه قرفه وجنزبيل، ودعكت البصله بتاعتي بالتوابل دي كويس قوي. وده سر من اسرار جمال الفراخ المحشيه. بصي، لو انت هتعملي فراخ محشيه او حمام محشي اعمليه بالبصله دي، مش قادره اقولك بتخلي طعمه عامل ازاي. او عامه لو اي فراخ بلدي بتعمليها اعمليها بالطريقه دي، وشوحيها واعمليها في الشوربه عادي. الرز بتاعي استوى، جبته وحطيته على الصينيه علشان يبرد. وبعدين هحشي بيه بقى الفراخ بتاعتي اللي انا عملتها كويس قوي بالبصل جواها وبين اللحم والجلد وكمان من بره. وكنت سبت بقى الفراخ بتاعتي دي تشرب من البصله بتاعتها كويس. بدات احشيها زي ما انت شايفه، بحشي قلبها من جوه، وكمان بحشي بين الجلد واللحم. وما تزوديش في الحشو قوي عشان الفراخ دي ما تتفتحش وهي بتتسلق. وبدات ان انا احشيها كويس قوي. وعندي الفراخ بيبقى فيها فتحه كده من تحت، حطيت فيها رجل، والرجل التانية عملتها من الناحيه التانية زي ما انت شايفه كده، وقفلتها كويس. ممكن تقفليها بخله اسنان او تخيطيها بابره وخيط كانك بتخيطي حته قماش. ومن عند الرقبه كمان حطيت شويه برضو رز كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. والطريقه بتاعته دي سهله جدا. اهم حاجه امسكي بس الجلد كده وبالراحه. بصي انا سايبه فراغات ازاي، مش مليها على اخرها عشان ما تنفجرش منك. ولقيت حته فيها فتحه كده في الجلد، قفلتها بخله اسنان. ومسكت بقى الفراخ بتاعتي، نضفتها كويس من بره من الرز، وجبت طاسه فيها حته سمنه بلدي كده، وهبدا ان انا اشوح الفراخ بتاعتي. وحاطه ميه بتغلي على العين التانية علشان الفراخ لما تتشوح وتاخد اللون الذهبي بتاعها احطها في الميه اللي بتغلي. تشويحه الفراخ واللون الذهبي ده بيدي طعم رهيب يا جماعه. وده سر تاني من اسرار جمال الفراخ المحشيه دي. جربيها بالطريقه دي ومش هتبطلي تعمليها. وبعد ما اتحمرت وخدت اللون الحلو حطيتها في الشوربه، وحطيت لها شويه ورق لورا وحبهان وشويه ملح وفلفل، وسبتها تستوي براحتها. اخدت حوالي نص ساعه. وطلعتها على طاسه عميقه زي ما انت شايفه فيها سمنه، بس للاسف الطاسه طلعت نوعيتها وحشه وطلعت الفراخ بتلزق فيها. فما تجيبيش النوع ده من الطاسات عشان بجد طلعت وحشه قوي يا جماعه. ومقلب هي ترندي بس وحشه. وحمرت الفراخ بتاعتي الحمد لله، عرفت اتعامل معاها وطلعت في منتهى الجمال. حمرتها من كل الجهات حلو بالسمنه البلدي وطلعت تجنن. لو عجبتك الوصفه اوعي تنسي تعملي شير ولايك.